السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على فوائد الثوم للماعز، وهنعرف ليه بنضيف الثوم بتاعنا للماعز وايه اهميته عند المعيز. طبعا زي ما احنا عارفين المضاد حيوي اللي موجود في الثوم والبصل، يبقى عشان نوفر معانا حكايه المضاد حيوي ونشتري مضاد حيوي باسعار عاليه زي ما احنا عارفين، لا احنا ممكن نضيف المضاد حيوي عن طريق الثوم او البصل. وفي حاجه اهم من المضاد حيوي موجوده معانا في الثوم والبصل، هو الانسولين. طبعا زي ما احنا عارفين الثوم والبصل بيحتوي على ماده الانسولين موجوده في قلب الثوم والبصل. طيب الانسولين ده يا عم احمد ممكن يعمل معايا ايه او يفرق معايا في ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين الانسولين ده بيفرز عند الحركه والمشي، بيفرز في جسم الماعز. تمام. احنا طبعا عشان مربين في مساحات صغيره، اللي مربي في اوضه، اللي مربي على سطح، اللي مربي حاجه، فالمعيز بتتحرك حركه قليله جدا، فمن هنا الانسولين بيبقى بيفرز قليل، فبيحصل التهابات كتير قوي في جسم الماعز. تمام. يبقى احنا هنعمل ايه عشان ما يحصلش معانا الالتهابات دي؟ معنى صح هنضيف معانا ثوم في قلب الاكل. طبعا مثلا كيلو على حسب القطيع اللي عندك قطيع كتير ممكن تضيف كيلو، شويه قليلين تضيف نص كيلو في اليوم لمده مثلا اسبوع في الشهر، مش لازم كل يوم. هيزود معايا المضاد حيوي في جسمهم وهيزود معايا الانسولين. فمن هنا لو هو بدي سكريات، في السكريات هتخش جوه الجسم بسبب الانسولين اللي موجود في الثوم. تمام. يعني بمعنى صح عشان ما اطولش عليك، الثوم مفيد جدا عشان ماده الانسولين اللي فيه وماده المضاد حيوي. يبقى لو عايز تعيش بصحه جيده، تمام، والاكل اللي انت بتاكله كله يروح للعضل، لازم تاكل ثوم وبصل. بمعنى اصح التغذيه اللي انت بتاكلها كلها سكريات بمعادن باملاح بكل بفيتامينات، عشان تخش جوه العضله محتاجه انسولين. والانسولين زي ما احنا قلنا موجود في قلب البصل والثوم، في طبعا مضاد حيوي وفي فيتامينات كتير. وشكرا لحضرتك. لو عجبك الفيديو ديسلايك، لو اول مره بتابعنا اشتراك للقناه وفعل زر الجرس لو وصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.